السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مسكينية حرة. كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وتكونوا على خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد البيتزا خفيفة ظريفة من العجينة ديال البطبوط، غادي تعجبكم ان شاء الله. والمكونات والطريقة بسيطة جدا. الناس اللي ما عندهمش الفران من اليوم ان شاء الله ما تهزوش الهم، البيتزا غادي ديروها وهانتوما كما كتشوفوا معايا طيبة، شي حاجة زوينة ان شاء الله غادي تعجبكم. وكما قلت لكم غير من العجينه ديال البطبوط، يعني ماشي كاينه شي عجينه اللي هي مخصصه ليها، وكطيبوها غير في المقله الثقيله. وتا لهنا ما بقى لي غير نقول لكم خليكم معايا وتشوفوا طريقه التحضير. بغيت نشارك معكم واحد البيتزا اللي كديروها غير في المقله الثقيله، بيتزا ولا خبزه بدوازها، المهم سميوها كما بغيتو. كما كتشوفوا عندي هنايا هاد ورق الزبده كارتا فورنو، سمحوا لي انا كنسجل وغادي نخدم غير بايد وحده. عندي هنايا انا طيبت هنايا بطبوطات، هادو درتهم شويه طوال كما كتشوفوا. بغيت ان شاء الله نديرهم ساندويشات، هادو خليتهم غير هكايا طوال باش نديرهم ساندويشات. ما حمرتهمش مزيان حيت ملي غادي نعمرهم عاد غنزيد نحمرهم. هنايا عندي هاد البطيبيطه هي اللي غادي نديرها بيتزا كما غتشوفوا معايا. غادي نحاول نقرصها، شوفوا مع العجينه مطلوقه بزاف كنقرص فيها وكتبعني. المهم ها نتوما كتشوفوا غادي نقرصها هنايا كما كتشوفوا قرصتها. من بعد غادي ناخذ طون، اول حاجه غادي ناخذ طون غادي نحطو. دائما البيتزا حاولوا ديروا الطون بالنسبه للناس اللي كيديروا فيها الطون، من الاحسن ديروا الطون هو اللي لتحت، عاد حطوا الخضره اللي باغي تحطوا باش هكا ما كيتحرقش لكم داك الطون. انا غادي نحاول نوزع الطون هكايا عليها، عاد غادي نحط الخضره. هاد البيتزا غنطيبها في المقله الثقيله، العجينه ديال البطبوط غادي تنقصوا منها البيتزا بلا ما تشعلوا الفران، بلا ما تصدعوا راسكم بزاف. غتشعلوا غير المقيله اللي ضايجه نتوما مطيبين فيها البطبوط. انا راه باقا مشعله عليها باش هكا غنطيب فيها هاد البيتزا ديالي. وبيتزا غادي نديرها بدون فرماج، يعني الناس اللي ما تاكلوش الفرماج ما يمكنش ما غياكلوش بيتزا، يعني ماشي ضروري البيتزا يكون فيها الفرماج. كما قلت لكم هذه العجينه ديال البطبوط نقصت منها هاد البيتزا هذه كما غتشوفوا معايا كيفاش غنطيبها. غيطيب كلشي، يعني الخضره كلشي غادي يطيب. وبالنسبه للخضره اللي غندير انا اختاريت هنايا غير البصله والفلفله حلوه، كيجيو رائعين وكيتواتوا في المذاق شي حاجه يا سلام. هانتوما حاجه وحده اللي غتنقصني في هاد البيتزا هو الزعتر. الزعتر انا كنستعملو بزاف ما بقاش عندي، نتوما ديروا الزعتر. غنرمي كلشي هاد الخضره ديالي، شفتوا قطعوها رقيقه الخضره، حاولوا تقطعوها رقيقه كتر ما تقدروا. هانتوما بيتزا سريعه، شي حاجه زوينه كما قلت لكم سميوها بيتزا اولا خبزه بدوازها، المهم شي حاجه كدوز وزوينه مع واحد الكويس ديال اتاي وتكون توجدوها في اخر لحظه. دابا اللي غادي نزيد البزار، عفوا الملحه، حيت غندير حتى البزار. الملحه هكا كنرش واحد الرشيشه تكون معقوله، واخا الطون غتجي هي هذيك. وهنايا البزار ولا الفلفل الاسود حتى هو كندير واحد الرشه. وكما قلت لكم الزعتر ما بقاش عندي، تقدروا ديروا الزعتر، ضروري الزعتر الا كان عندكم ديروه. انا حيت ما عنديش هادشي اللي عطا الله ماشي مشكل. دابا حيت كنخدم بيد وحده غادي نجيب المقله عندي باش نوريكم المقله. ها هي المقله ديالي، المقله الثقيله راه كلشي تيعرفها، حيت كما قلت لكم انا كنخدم بايد وحده. غادي نحاول نهزها باش نلوحها في المقله، حيت كنخدم كما قلت لكم بيد وحده. اولا انا غنحبس الفيديو تنحطها في المقله واني معاكم. ها هي البيتزا ديالي كما شفتوا حطيتها في المقله. انايا حيت درت الطون بالزيت ديالو ما غاديش ندير الزيت صافي. وغادي نحطها دابا فوق البوطه. انا حطيت البيتزا ديالي فوق البوطه، دابا غادي نخليها
حتى كتحمر من التحت وكتوقف وتكون على عافيه مهيله. عاد داك الساعه هانتوما واحد المرحله اللي ضروري ما ديروها ملي تكون هكايا كطيب. كتاخذوا واحد المعلقه وكتبداو تضغطوا غير بشويه هكا على هاد الخضره باش كتدخل في العجينه، باش ملي كنقلبوا العجينه ما كطيحش لينا الخضره. هي ضروري كطيح شي حاجه ولكن ماشي كلشي. هانتوما غتشوفوا معايا العجينه راه بدات كتحمر من التحت. شويه غادي نقلبها يعني شويه وغادي نقلبها. المهم كي قلت لكم تكون العافيه مهيله. دابا غادي نهز المقله ديالي، غنجيبها هنايا وغادي ندير هكايا. هانتوما كتحيدوها من هاد الكارطه، وهاد الكارطه كتعاودوا تحطوها بحال هكا، كتعاودوا تحطوها عليها. انا غادي نوريكم حيت كنخدم غير بيد وحده كيفاش غتقلبوها. هانتوما هي المهم الطريقه راه ساهله بلا ما تبان لكم بانها معقده. هانتوما كي كتشوفوا كتجيبوا واحد الطبيصيل اللي غيكون قد البيتزا، ها هو خشيتو من التحت ما بينه وبين البيتزا، والكارطه دائما الفوق. دابا غادي نحط التليفون انايا تنهزها، ما يمكنش غنهزها بيد وحده. هاد الليد كنشد بها الطبسيل واليد الاخرى كنشد بها الكارطه وكنقلب. ها هي كما شفتوا انا قلبتها. دابا غنحيد الطبسيل، غادي نحيد الطبسيل ديالي كما شفتوا، ودابا غادي نردها فوق البوطه باش هكا ايوا هذه هي البيتزا ديالي من بعد ما وجدات. هانتوما بيتزا ولا ماشي بيتزا، هانتوما هي كما كتشوفوا. الناس اللي ما عندهمش الفران حتى هما يقدروا ياكلوا البيتزا. هانتوما كي كتشوفوا غنقطع معكم واحد الطريف، راه باقا سخونه كتجي يا سلام. كما قلت لكم حتى الناس اللي كيبغيو الفرماج، الفرماج ملي غادي تقلبوها باش كطيبوا الخضره، ملي تعاودوا تقلبوها عاوتاني كما رميتوها في الاول تما فين كتحطوا الفرماج وراه كيذوب. بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش الفرماج ولا انا واخا كنبغيه ما بغيتش نديرو دابا، يعني تقدروا ديروها هكا بهذه الطريقه هذه. ها هي شي حاجه زوينه خفيفه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وطيبه. هانتوما كي كتشوفوا شي حاجه كتجي زوينه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والحباب ديالكم. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى يا ربي نكون خفيفه وظريفه عليكم، وهاد البيتزا تعجبكم وتجربوها ان شاء الله في البيوت ديالكم. حتى لهنا ما بقى ليا غير نقول لكم بسلامه عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله.